مدربها مدرب الجزيره السابق كابتن احمد مرعي. ادي فرحتهم. خلي وليد السنوسي يوصف لنا الفرحه من داخل الملعب. يا وليد. كابتن شوبير. قول. كابتن شوبير، بالفعل فرحه كبيره، ديربي سكندري كبير، مبروك لكلا الفريقين الاداء الرجولي، ومبروك لنادي سبورتنج الحصول على بطولة الدوري وحظ بطولتي الدوري والكأس هذا الموسم. فريق قدير بقيادة الكابتن أحمد مرعي المدير الفني الكبير لنادي سبورتنج. خلينا أقول لك كابتن، فرحة كبيرة بخصوصا لاعبي الفريق المخضرمين والذين استطاعوا حسم المباراة لصالحهم في نادي سبورتنج. لاعبي أحمد منير كابتن منتخب كابتن نادي سبورتنج والكرداني ووائل بدر هم من اللاعبين المخضرمين داخل فريق نادي سبورتنج. فرحة كبيرة أيضا للكابتن أحمد حسن المشرف العام على فريق نادي سبورتنج وعضو مجلس اداره النادي والدكتور كريم سرور. فرحه كبيره لفريق نادي سبورتنج حصوله على بطوله الدوري والكاس وكاس المرتبط. بالفعل الفريق استطاع حظ هذه البطولات هذا الموسم، ولكن لا يقل تقدير الجماهير لنادي الاتحاد السكندري والذي عانى من ظروف كبيره، سواء من حيث النقص العددي داخل الفريق، 5 مصابين داخل الفريق، ايضا الازمات الماليه التي تكررت منذ بدايه الموسم. هذا الفريق لم يحصل الا على حوالي 8.5% من اجمالي عقدهم حتى الان. اللاعبين صمموا على حمل اسم نادي الاتحاد، ولكن في النهايه بنبارك لفريق نادي سبورتنج البطوله. وليد، عايز اسالك الجماهير القليله الحاضره كان سلوكها عامل ازاي؟ سلوك جميل يا كابتن شوبير، الكل بيشجع فرقته والكل لم يخرج عن الطريقه المالوفه، وبالفعل معظمهم كانوا من اولياء امور اللاعبين الذين يؤثرون الفريق منذ انطلاق البطوله. معايا دلوقتي يا كابتن شوبير الكابتن احمد منير، لو حضرتك حابب معاه مداخله. طبعا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. كابتن احمد مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن احمد، ميرسي جدا، الحمد لله. يعني انت قدامنا على الشاشه اهو، سعداء جدا بيك وبانجازك وبعطائك. بنوتك اللي في ايدك دي ولا مين؟ ده كريم ابني كريم ما شاء الله، ربنا يخليه لك. هيطلع لعيب باسكت زيك كده يا احمد؟ نعم، هيطلع لعيب باسكت عظيم كده زيك؟ لا ان شاء الله يلعب اي حاجه، بس المهم يكون يعني رياضي ناجح ان شاء الله. احمد، اسالك يعني النهارده هذا التالق الواضح لسبورتنج والفوز بالبطوله تلو الاخرى راجع لايه؟ رجع لإدارة رياضية بتقود النادي باحترافية شديدة جدا. ما فيش أي مشاكل عندنا الحمد لله. في أي عقبة بتبقى موجودة قدام الفرقة مجلس الإدارة بيبقى واقف فيها وبيحاول يحلها على قد ما يقدر. لعيبة على درجة عالية من الإخلاص